ناس واطيه. مش تقول لي يا اخي انك انت ما عندكش فلوس تنزل في اوتيل ولا تاخد شقه؟ ايه؟ مش هتقفل الباب لحسن حد يبلغني انك موجود؟ الغريبه يا اخي ان انا اقترحت عليك انك انت تقعد في اوتيل عندنا، وانت حسستني انك انت مش محتاج اي حاجه، بس اتضح انك محتاج. بس مش مني. مش فاهم. الغريبة برضه إن أنا سألتك عن بسنت، عملت لي فيها 7 رجالة في بعض، وإنك ملك الأصول، ولبست لي طربوش الأربعينات، وحسستني إنك أنت لازم تتنحنح وتقول يا ساتر عشان عرض بنت عمك، لحسن تكون قاعدة في الريسبشن وأنت خارج من أوضتك. اتضح إنك أنت بتتنحنح فعلا، بس بشكل تاني. أنا كنت أنت مفيش فايدة فيك، عشان كده أنا لا عايز أكلمك ولا أسمعك، ما بقتش تفرق. بس بقى المرة دي ما تتسربعش وتكلمها على طول وتقول لها ان انا فت عليك وقلت لك كذا وكذا وكذا. استنى لغايه لما ابعد بالعربيه شويه. نورت بيت مرات عمك. يا جمال باشا، معلش انا هتعبك معايا في خدمه في الحقيقه ما حدش يقدر يعملها غيرك. يا ترى معاك ورقه وقلم؟ باسم غانم الجرحي. ايوه ابن اخويا. هو اصلا كان عنده مشكله كده في كندا قبل ما يرجع مصر، وكنت عايز اعرف الانتربول حاطط اسمه على النشره الحمراء ولا لا. شكرا معليك، في انتظار تليفونك. مع السلامه. اهلا اهلا. ايه المفاجاه الجميله دي؟ انا اسف انها من غير ميعاد. انت الوحيد في العالم اللي مسموح له يجيلي في اي وقت. ما تقعد. لا معلش، عندي حاجات كتير قوي مهمه لازم اعملها، بس كان لازم اجي اتكلم معاكي في حاجه ضروري. خير؟ كنت عايزك تزوري بسنت، بس تعمليها كانها زياره وديه يعني، وتشربي معاها فنجان قهوه وتشوفي لي الفنجان بتاعها. بس كده؟ وحساب الفنجان عليا. والله تصدق كنت خايفه لما تدفعش. عموما حاضر، هروح لها، بس عشان انت امرت بكده. وقرايه الفنجان ده هتكون كادو مني ليك، عشان اثبت لك ان مش كل اللي بينا فلوس وبس. متشكر. تحب اروح لها امتى؟ في اقرب وقت يناسبك. حاضر. متشكر. مع السلامه. سليمان، أنا عايز أخلص من باسم، مش عايزه يظهر هنا تاني في الغردقة ولا في أي مكان تاني. نهائي؟ نهائي يا سليمان، بس المرة دي بقى من غير ولا غلطة. أمر سعادتك. تحت امرك يا فندم، امرني سعادتك. تعرف باسم ابن اخو سالم بيه؟ الواد التنك ده ماله سعادتك؟ سالم بيه مش عايز يشوف وشه في اي حته. ازاي يعني سعادتك؟ هلبسه طاقية لخفه؟ يا سيد، انا مش جايبك اهزر معاك، اللي يتقال لك يتنفذ. باسم ده لازم يختفي خالص، ده زي كنت عايز تكسب رضا سالم بيه ورضايا. وهي دي حاجه قليله يا باشا؟ ده انا اتمنى. انا بس كنت بدورها في ودورتها يا باشا. تمام، باسم هيختفي، ولا اقول لسعادتك اعتبره خلاص اختفى. سيد،
انت بدات تتكلم نفسك يا ابني ولا ايه؟ باشا مساء الفل. هو في حد ما بيكلمش نفسه النهارده؟ بقول لك ايه؟ وراك حاجه ولا فاضي؟ يا باشا مفيش حد يقدر يتاخر عن اداء الواجب. امورني سعادتك. انت عايش في اوضتك. مالك يا سيد، في حاجه ولا ايه؟ ماليش يا باشا، بس خير يعني. مش دي يا ابني نفس الاوضه اللي كان فيها رشاد الله يرحمه؟ هو سيادتك عرفت؟ والنعمه خفت اقول يقولوا عليا مجنون. لا قول يا سيد، ما تخافش قول. اول ليله ليا في الاوضه شفت رشاد. شفته ازاي يا سيد؟ مش هو يعني يا باشا، روحه عفريت ولا مؤاخذه. لا يا راجل. والله يا باشا ده اللي حصل، ومن ساعتها وانا مشغل اذاعه القران الكريم. بس الحق يتقال يعني من ساعه ما شغلت القران وهو خد في وشه. طب بص بقى يا ابو السيد، احنا نطلع على الاوضه يمكن نلاقي حاجه من قطره ولا حاجه برضه بتاعت ربنا. ماشي يا باشا. تعال اركب. دي عربيتك؟ اه دابح؟ لا ومخمس. يلا بينا يا تعال باشا. اركب يا السيد. قول لي يا سيد، يا باشا استلمت الاوضه زي ما هي كده ولا في حاجه تانية ناقصه؟ صورة رشاد بس يا باشا وديتها لبشير، غير كده كل حاجه زي ما هي. اروح اجيبها يا باشا؟ مفيش غير الصوره دي اللي عندك يا بشير؟ لا يا باشا، هي هدوم المرحوم وشنطته، وخدهم مصطفى وداهم لاهله. حصل سعادتك يا باشا، وتقدر تسألهم، ما نقص منها شرع. والمسروقات؟ كلها رجعت في نفس اليوم اللي سالم بيه اكتشف فيه السرقه. الحلال ما يضيعش يا باشا، واضح ان سالم بيه شيء بيهم ياما. لو تفتكروا لما سالم بيه جمعكم عشان خاطر يسالكم عن رشاد، كان غايب من ساعتها بس ولا من قبلها كمان؟ الشهاده لله يا باشا، رشاد صاحبي واخويا وبلدياتي، بس هو كان مختفي من اول النهار. يعني هرب قبل ما تكتشفوا السرقه بكام ساعه تقريبا؟ بحوالي 7-8 ساعات تقريبا يا باشا. باشا لو سعادتك شاكك فيهم انا ماليش دعوه، انا شخصيا قبل كده كنت قاعد في سكن الجردات. لا دي ناس طيبه يا سيد، ما يتخيروش عنك. اتفضل يا رجاله. السلام السلام عليكم. عليكم يا باشا. في يا باشا؟ هو في حاجه سعادتك؟ لا ابدا، بفكر في كلام مصطفى وبشير. اصل سعادتك بتبص لي قوي انا يا باشا، في حاجه؟ لا مؤاخذه يا ابو سيد، هي جت فيك. تصبح على خير. انت من اهل الخير يا باشا. تعال رتبها ونحسبها سوا. انا رشاد اللي سرقت فيلا سالم الجرحي. سرقت الحاجه وخبيتها في اوضتي، تمام؟ تمام. وقبل ما يكتشفوا السرقه بساعات محدش شافني. في الوقت اللي الراجل اللي انا سرقته جامع كل زمايلي ما عدا انا، بيكتشفوا ان انا مش موجود. بيروحوا يفتشوا اوضتي ويلاقوا المسروقات، تمام؟ ماشي تمام. يبقى اكيد ما عرفوش ان انا اللي سرقت. لان سالم الجرحي ذات نفسه قال انه ما يعرفش الحاجه دي اتسرقت امتى ولا اتسرقت على كام مره. طب عرفت وقررت ان انا اهرب. ههرب كده بهدومي اللي لقوني بيها في البحر، ولا هلم شنطه هدومي واللي اهم منها بقى المسروقات اللي هبيعها واستفيد بفلوسها، ودخلت نفسي في المخاطر دي كلها عشانها. مش جايز ما كانش عنده وقت يروح ياخدها، وده اللي خلى شريكه يقتله. يعني ألف باله إن التاني عايز ياخد كل حاجة. الكلام ده كان هيبقى منطقي لو كان رشاد في وسطهم ساعة لما سالم جمعهم. ساعتها هقول هو هرب في وسط الزحمة. إنما ده مش موجود من أول النهار. وبعدين إحنا ليه أصلا بنقول دايما إنه ليه شريك؟ ليه حطينا الفرضية دي قدام عينينا وبنينا عليها كل فرضياتنا؟ طب ما تيجي نمشي